الورقة الغامضة في حياة فاتن حمامة واللي كانت هتتضر بسببها، وازاي جوزها انقذها من اللي كان هيحصل معاها. فاتن حمامة الزوج الاول ليها كان المخرج عز الدين ذو الفقار، واللي خلفت منه بنتها نادية. وبعد زواج دام لمدة 6 سنين بتحصل خلافات كتيرة بينهم بتوصل بيهم لنهاية الحياة الزوجية، وبتطلب فاتن الطلاق. ورغم محاولات الصلح بينهم إلا إن فاتن أصرت على الطلاق، واتفقوا هما الاتنين إن كل واحد فيهم مستعد لتنفيذ شروط الطلاق، وبيتم الطلاق فعلا. بس اللي حصل بعد كده ان عز الدين بيطلع ورقة من جيبه وبيديها لفاتن، وبيقول لها خدي الورقة دي قطعيها بنفسك عشان ما تفكريش ان انا هستغلها ضدك. وفعلا بتاخد فاتن الورقة وبتقطعها بنفسها. المهم ان موضوع الورقة دي وصل للمجلات، وبدأوا يتكلموا عن حكاية الورقة الغامضة اللي فاتن حمامة قطعتها، عشان الموضوع ده ممكن يحصل بسببه بلبلة ودماغ الناس والشكوك تروح لحاجات غريبة. بعت عز الدين ذو الفقار رد للمجلة، وقال ان الكلام المبهم عن الورقة دي ممكن يثير الشكوك ويضر بسمعتي وبسمعة فاتن حمامة. وعشان الحقيقة تبقى واضحة، الورقة دي خاصة بموضوع حضانة بنتي نادية، وانه شاف انها لازم تتمتع بحضانة امها، وقال انه بيتمنى لفاتن حمامة الخير والسعادة، وانه هيكون ليها نعم الصديق.